الفراقي اللي خايفين من نزول القسم الثاني واللي كنلقاهم في قاع الترتيب كيعاني. كاينين ثلاثه: الكوكب، التادله وقنيطره. الكوكب اللي في 27 دوره جاب 27 نقطه بمعدل نقطه في كل ماتش. 27 نقطه اللي جابتها الكوكب من 7 رباحات و6 تعادلات و14 مره خسر. دو فيكتوار في سيمانه كونتر طنجه والفتح خلاو الكوكب يستعدوا ثلاثه الماتشات اللي بقاو مرتاحين اكثر من الفراقي اللي تحت منه. ثلاثه الماتشات غيلعبوا كونتر خنيفره في مراكش، والثاني غيخرجوا عند لوسيكا، وفي الدوره 30 ماتش صعيب كونتر الوداد. مورا الكوكب في الكلاسمون كنلقاو شباب قصب التادله ب 24 نقطه اللي جابتها من 6 رباحات و6 تعادلات وزيرو نقطه في 15 مره. قصب التادله اللي حتى للدقيقه 82 في الماتش الاخر كونتر الحسيمه كانت ب 27 نقطه. ثلاثه النقاط اللي مشات ليها ضد فرقه كتصارع من اجل البقاء حتى هي، وصلت الحسيمه ل 28 نقطه. ثلاثه الماتشات اللي مازالين القصب التادله: الماتش الاول غيدخلوا لي فار، والماتش الثاني صعب منه غيخرجوا فيه عند جديده، والثالث صعب من كل شيء غيدخلوا فيه الكاك اللي موراهم في الكلاسمون كتحتل الرتبه الاخيره ب 21 نقطه. الكاك من الفرق اللي كتعاني كل عام وكيلعبوا ديما على نفس لوبجيكتيف اللي هو البقاء مع الكبار. هاد العام القضيه صعيبه ديال بصح، وإلا بغاو يبقاو خاصهم يربحوا ثلاثه الماتشات ويتسناو. الماتشات اللي غيلعبوا كونتر جديده في الدوره 28 وغيدخلوا حتى خنيفره في الدوره 29، واخر دوره غتكون كونتر قصب التادله في التادله.